النهارده هعلمك في الفيديوز ده ازاي تعملي المش بتاع الجبنه القديمه بمنتهى البساطه بمكون واحد هتوفريه في البيت. اول حاجه هبدا معاكي بالمرطه. انا بجيب اللبن وباخد منه القشطه وبعملها سمنه وبتتفضل معايا المرطه زي ما انتوا عارفين. المرطه ديت انا بحفظها في الفريزر، بجمعها على بعضيها وبحتاجها اللي انا هعمل بيها المش. اول حاجه طبعا لازم تجيبي حاجه غويطه، طاسه، حل، اي حاجه، المهم عشان خاطر لما تغلي فيها. هسيح بقى المرطة دي على النار، هتسيح معايا بالطريقة دي. هبدأ اشوحها لان هي هتنزل حاجات بسيطة خالص من السمنة بتاعة المرطة. فهقلبها فيها تقليبة حلوة واتأكد ان انا سويتها فيها كويس. وبعد كده هبدأ اجيب بقى ملح وشطة. دولت اساسي للمش بتاع الجبنة القديمة عشان ما تدوتش معاكي. هجيب بقى كمية ملح حلوة كده بتاع معلقتين كبار، وهجيب معلقتين شطة، والشطة لازم تكون حامية عشان تحفظ لك المش وانت بتعملي الجبنة القديمة. هقلبهم مع بعض وهجيب نص كيلو لبن، هنزل عليها على المش على المرطة بالطريقة اللي انت شايفاها. هقلبها في بعض كويس قوي وهسيبها على النار تغلي غلوتين 3 عشان عايزة اللبن بتاعي يتبخر منها حبة وتتقل معايا وهي على النار. انا هنا بسيبها كده عماله تغلي على النار، سبتها بتاع 3 يعني تلت ساعة بالظبط وكنت مطفية عليها. سبتها كده تغلي وزي ما انتوا شايفين بتطلع بقى اللبن كده فوق الوش، ببقى بحاول ابخر اللبن منها، عايزاها تتقل زي ما انتوا شايفين. بس اول ما تتقل معايا هسيبها على جنب تبرد، وهضربها في الخلاط كده عشان اخليها ناعمة بالطريقة ديت. بس وهجيب بقى الحاجة اللي انا هحط فيها المش بتاعي وهحط فيه الجبنة القديمة. دي كده دي طريقة المش بتاع الجبنة القديمة. دي كده اول حلقة انا عملتها لكم. الحلقة التانية ان شاء الله هوريكم طريقة الجبنة القديمة.